أهلاً بيكم في قناة قصص وروايات. قصصنا دايماً فيها دفء، حكمة ولمسة إنسانية تخش القلب على طول. يلا بينا نسمع قصة جديدة. قصة العربة الأخيرة. كان يا مكان في واحد اسمه سليم، شاب طيب دايماً بيحاول يجري ورا أحلامه ورا طموحاته، بس كان حاسس على طول إنه دايماً متأخر. مهما حاول يوصل المحطة يلاقي القطر خلاص فات، أو العربية الأخيرة خلاص سابت الرصيف. كل يوم يطلع يجري بسرعة، يركب المترو، يروح الشغل، يروح التمرين، يزور أهله، يذاكر، بس دايما يوصل في آخر لحظة، أو ساعات يوصل بعد ما كل الناس تكون خلاص خلصت. كان سليم ساعات يزعل، يقعد لوحده ويقول: أنا ليه دايما متأخر؟ ليه محسس إني مش هقدر أوصل زي باقي الناس؟ بس في يوم وهو بيجري كعادته عشان يلحق القطر، شاف عربية القطر الأخيرة قدامه. حس إن دي فرصته الأخيرة، فشد نفسه وجرب كل قوته. فجأة حس إن في صوت جواه بيقوله: حتى لو اتأخرت، أهم حاجة إنك تكمل وتجرب تاني. تأخيرك مش معناها إنك فاشل. سليم وقف يجري، خد نفس عميق وقرر يهدى. ابتدى يبص حواليه، يلاحظ الناس، يشوف المناظر، يحس بالدنيا. ابتدى يكتشف إنه كان بيجري من غير ما يعيش. وبدل ما يزعل على العربية اللي فاتته، قرر يستنى القطر اللي بعده، ويستغل وقته في إنه يتعلم، يفكر، يحلم، لأنه فهم إن القطر مش بيقف مرة واحدة بس، دايماً في قطارات تانية وفي عربيات تانية. ومن يومها سليم بقى دايماً يقول لنفسه: تأخيري مش فشل، أهم حاجة ما تقفش وأكمل طريقي مهما حصل. العبرة: تأخيرك مش نهاية الدنيا، ومش معناها إنك فاشل. المهم إنك ما تقفش وتفضل تحاول، وتعيش كل لحظة بقلبك قبل ما تركب أي قطار. لو عجبتك القصة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قصصنا. شكراً ليكم، ونشوفكم في قصة جديدة.